السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من دروس. عندنا إن شاء الله النهاردة الدرس الثاني في المنهج اللي هو هيكون إن شاء الله هندسة، اللي هي تعتبر أول حصص الهندسة. عندنا طبعا الدروس عندنا الوقت عن التشابه. فأول حاجة عندنا اللي هي تشابه المضلعات. في تشابه المضلعات وفي تشابه الإيه؟ المثلثات. طيب إحنا عندنا أول حاجة المضلعات. أول حاجة هو يعني إيه مضلع برضه عشان الناس تبقى فاهمة كلمة مضلع يعني إيه؟ المضلع ده اللي هو شكل بيتكون من عدة أضلاع، يعني دوت كده 1 2 3 4 ده مضلع رباعي بيتكون من 4 أضلاع، لو في 5 أضلاع يبقى خماسي، لو في 3 أضلاع بسميه مثلث. فاحنا قلنا ثلاثي مثلث، في برضه المربع الشكل الرباعي، المربع ده كله أضلاع قد بعض يعني، لكن لما يكون هو مش قد بعض بسميه شكل رباعي. فالمضلع اللي هو شكل بيتكون من عدة أضلاع. طيب بقول لك بقى لو أنا عندي مضلعين زي كده إمتى تشابهوا؟ فبيقول اهو الراجل بيقول يتشابه مضلعان لهما لازم يكون لهما نفس العدد من الاضلاع، ما يكونش مضلع رباعي ومضلع خماسي، لازم يكون ليه نفس العدد من الاضلاع. فلو الاثنين رباعيين الاثنين خماسيين، اهم حاجه المضلعات دي عشان تتشابه. امتى بقى تتشابه؟ بيتشابه المضلعان اذا كانت الزوايا، لازم نتكلم عن حاجتين. اول حاجه الزوايا المتناظره متطابقه. هو يعني ايه الزوايا المتناظره؟ المتناظره دي يعني في نفس المكان زي بعض، ماشي؟ يعني ديت كده اهو ودي زوايا متناظره، الاثنين في نفس المكان بنفس الشكل. لما يجي كده عندنا مثلا العماره، في مثلا الدور الاول في بلكونه يمين وبلكونه شمال. لو مسكنا البلكونه اليمين، بقول اللي هي البلكونه المناظره ليها يعني زيها اللي فوقيها على طول، اللي في نفس المكان في نفس الزاويه في نفس الايه المنطقه دي اسمها مناظره ليها، خلاص؟ اللي هي تشبهها، خلاص؟ فاحنا بنقول دايما لما اجي اتكلم عن المضلعات امتى تتشابه، اي شكل. بص الهندسه دايما انا بتكلم عن اضلاع وزوايا، فكل حاجه نيجي نتكلم عنها زوايا واضلاع، ده في الهندسه اللي هي دي بنسميها الهندسه المستويه اللي فيها الاشكال دي. فانا عندي دايما هتكلم عن زوايا واضلاع، ويفضل دايما اتكلم عن الزوايا الاول وبعدين الاضلاع. هنعتبرها زي ايه اللي هي ليديز فيرست، دايما في دماغنا اتكلم عن الزوايا عشان اخلص منها عشان ما توهش. احنا اهم حاجه في الهندسه ان انا افكر صح، ابتدي اشوف الحاجه صح، اعرف المعلومات، افسر المعلومات. فانا اول حاجه عشان تفكيري يبقى ماشي مظبوط، طالما هتكلم على حاجات زي كده اهو، دايما في ذهني الاول الزوايا وبعدين اخش على الاضلاع عشان ابقى مرتب نفسي. فاحنا دلوقتي بقول لك يتشابه المضلعين، اول حاجه اذا كانت الزوايا المتناظره دي متطابقه يعني متساويه، يعني الاقي الزاويه دي بتساوي الزاويه دي، طب الزاويه دي بتساوي الزاويه دي، ماشي؟ طب الزاويه ديت بتساوي الزاويه ديت، طب الزاويه دي بتساوي الزاويه دي، يبقى كل زاويه من هنا تساوي كل زاويه من هنا. والزوايا المتناظره ماليش الزاويه دي بتساوي واحده ثانيه مش شكلها خالص، الاقي واحده منفرجه واتكلم عن واحده حد ما ينفعش، لازم اللي هو نفس الشكل كده. دي الف بتناظر س، ب بتناظر ص، ج تناظر ع، د تناظر ل. يبقى اول شرط عشان يتشابه مضلعين، اول حاجه الزوايا مالها تكون متساويه، الزوايا المتناظره متطابقه او متساويه، كلمه متطابقه معناها متساويه. طيب تاني شرط الاطوال، خلي بالكم اطوال الاضلاع المتناظره متناسبه مش متساويه، متناسبه. يعني ايه متناسبه؟ يعني مثلا لو لقيت ده 4 سم وده 2، يبقى ده نص ده، لازم كل الاضلاع الاقي ده نص ده، فاهميني كده؟ يعني لو لقيت ده 3 نص ده يبقى ده لازم يكون 6، لو لقيت ده 1.5 يبقى ده لازم يكون كام؟ 3. معايا يا جماعه؟ لو لقيت ده برضه 2 يبقى ده هو كمان قده مرتين يبقى 4. دي اسمها خلاص طوال الاضلاع متناسبه. متناسبه لما اقسم ده على ده يطلع نفس الكلام، لو قسمت 4 على 2 بيطلع كام؟ 2. طب لو قسمت 3 على 1.5 يطلع 2. طب لو قسمت 6 على 3 يطلع 2، نفس النسب يعني. فطالما النسب كلها متساويه بسميه تناسب بقى. يبقى اطوال الاضلاع المتناظره متناسبه. يبقى خلي بالنا من الشرطين. امتى يتشابه مضلعين؟ بتكلم عن المضلعين. امتى يتشابه مضلعين؟ لازم شرطين. اتكلم عن الزوايا وبعدين اتكلم عن الاضلاع. الزوايا المتناظره مالها متساويه. طب الاضلاع المتناظره متناسبه مش قد بعض، لا، ممكن يكونوا الضعف، كلهم الضعف، كلهم التلت، كلهم قد بعض 4 مرات، المهم يكون نفس الناتج. لو جيت اقسمهم يطلع نفس الناتج. ماشي يا جماعه؟ طيب الراجل سأل لي ان المضلعين دول متشابهين، تاني قال لي انهم متشابهين، استنتج انا ايه بقى؟ استنتج ان زاويه الف تساوي زاويه س اهي، زاويه الف تساوي اللي زيها،
وزود ب تساوي اللي زيها، وج تساوي عين اللي زيها، ودال تساوي لام اللي زيها. ده اول استنتاج. تاني استنتاج بقى، لما اخد كل ضلع هنا اقسمه على ضلع من هنا يطلع نفس الناتج لو قسمت ده على ده، نفس الناتج لو قسمت ده على ده، وهكذا اهو. لما اخد ا ب على س ص، ا ب على س ص هيساوي ب ج على ص ع. ب ج اخد نفس اللي، طالما هاخد ده الاول اخده الاول كل مره، طالما هكتبه فوق اكتبه فوق كل مره. هتلاقوا كل الاضلاع اللي فوق من ده، من اللي فوق، كل الاضلاع اللي تحت من ده اللي تحت. فتلاقوا اهو ب ج اهي خلاص على ص ع اهي، ج د اللي هي اهي على عين لام اللي هي دي، ده الالف اللي هي فوق اهي على لام س اللي هي دي اهي. واضحه يا جماعه؟ في الحاله دي بكتب له كده ان المضلع ا ب ج د تشابه، علامه التشابه اللي عامله كده اهي، تشابه يشابه المضلع ده يشابه المضلع س ص ع ل، ولازم اخدهم بنفس الترتيب. اذا قريت ده ا وبعدين ب وبعدين ج ود، شفت انا مشيت زي الساعه كده، عكس الساعه، زي الساعه مش عكس. ماشي كده؟ ماشي كده اهو. باخد ا في دوران واحد كده، باخد ا وبعدين ب وبعدين ج وبعدين د. لازم برضو ده كده س وبعدين ص وبعدين عين وبعدين لام، هلاقيهم كده اهو نفس الكلام. واضحه يا جماعه؟ يبقى تاني، امتى تشابه مضلعين؟ اذا حصل الشرطين، اذا كانت الزوايا المتناظره متساويه، واذا كانت الاضلاع المتناظره متناسبه، مش متساويه متناسبه. لازم الشرطين مع بعض يتحققوا عشان اقول ده بيشابه ده. والعكس بقى، اذا قال الاثنين دول متشابهين استنتج ان كل الزوايا بيساوي كل الزوايا، والاضلاع مالها متناسبه، يعني كل دول انا اقسمهم على بعض يطلع نفس الناتج. ماشي يا جماعه؟ طيب تعال نشوف دي. بيقول لي لكي يتشابه مضلعين، شرط عشان يتشابه يجب توافر الشرطين معا، ما ينفعش واحد بس، ولا يكفي توافر احدهما دون الاخر. زي ما قلنا ما ينفعش واحد بس، لازم الشرطين، لازم الزوايا ولازم الاضلاع. لازم الزوايا مالها تتساوى، طب لازم الاضلاع مالها تتناسب. طيب بيقول بقى مثلا مش كل المستطيلات متشابهه. ليه؟ انا عندي مستطيل اهو خلاص زواياه كلها 90، وعندي مستطيل اهو برضه زواياه كلها 90، لكن مش هيتناسبوا خالص. ده بصوا ده من ده وبصوا ده من ده، خلاص هلاقي الزوايا كلها متساويه لكن الاضلاع دي مش بتتناسب خالص. هلاقي ده بصوا الضلع ده حتى قد ده لكن ده مش قد ده، يبقى دول مش هيتشابهوا. اهو بيقول لك جميع المستطيلات، ليس جميع المستطيلات متشابهه برغم تساوي قياسات الزوايا وكل منها 90 درجه، كل واحد 90 خلاص، الا ان اطوال اضلاعهم المتناظره يمكن ان تكون غير متناسبه زي ما شفنا كده. وبرضه بيتكلم على المعين، مش كل المعين متشابه. انا عندي معين بيبقى عامل كده اهو، طبعا بيبقى اضلاع كلها متساويه خلاص كده، لكن عندي برضه معين الزوايا دي قد دي والزاويه دي قد دي، ماشي. ممكن الاقي معين تاني عامل كده اهو خلاص، كل اضلاعه بتتشابه، لكن دوت مش هلاقي الزوايا هنا كده، الزاويه دي هتلاقيها اضيق من دي. فمش كل المعين او المعينات تتشابه، اضلاعها هتتساوى خلاص كده. ممكن الاضلاع تكون متساويه متناسبه، ممكن الاضلاع تكون متناسبه لكن الزوايا مش هلاقيها بتساوي بعض. واضحه يا جماعه؟ ملاحظه مهمه قوي بقى، بيقول لي اهم حاجه اما اجي اكتب المضلعين بقى، خلي بالكم انتوا خدتوا برضه التشابه في ثانيه اعدادي، احنا بنعيده يعني. بقول لازم لما اجي اكتب متشابهين اكتبهم بنفس الترتيب زي ما قلنا من شويه، بترتيب رؤوسهم المتناظره. يعني ادي اهو مضلع وادي اهو مضلع. لما اجي اقول الزاويه بتساوي الزاويه لازم اقول اول واحده تساوي اول واحده، ا تساوي س، ب تساوي ص، ج تساوي ع، د تساوي ل. طب لما اجي اقسم بقى، انا عايز اقول ان الاضلاع متناسبه، ببتدي اخد صوره كسر كده. هما كام ضلع؟ هو الشكل الرباعي 1 2 3 4. باخد اول ضلعين اللي هو ا ب، ا ب وبعدين اخد ب ج وبعدين ج د، باخد كل اتنين مع بعض كده، وبعدين د الالف، ونفس الكلام اعمله هنا، اخد س ص، وبعدين اللي بعدهم ص عين، وبعدين عين لام، وبعدين لام س كده. يبقى دول كده متناسبين، باخدهم بنفس الشكل اهو. بكتب اسامي المضلع ا ب ج د، كتبت ا ب ج د،
والتاني س ص ع ل س ص ع ل، وباخد بقى الاثنين دول مع بعض، الاثنين دول مع بعض، الاثنين دول مع بعض، والاثنين دول مع بعض. نفس الكلام هنا اللي انا قلته اهو. خلاص كده ده اللي بستنتجه، طالما قال لي انه بيشابه بعض، هو اللي قال اهو بيشابهوا بعض، على طول استنتج الزوايا بيساوي بعض والاضلاع متناسبه. هي دي القاعده اللي هنمشي عليها على طول. كل ما يقول لي في تشابه يا جماعه اقول له على طول الزوايا بيساوي بعض. تاني حاجه اقول له الاضلاع المتناسبه اكتبها على طول، على طول اكتب الكلام ده اكتبه على طول، عشان هو هيديني بقى اضلاع معروفه ويطلب اللي مش معروفه. يديني دي عارفها بس اللي تحت لا، وهكذا. هنشوف دلوقتي اسئله. لكن كل ما يقول لي في مضلعين متشابهين على طول بكتب النسب دي اهي. من منين؟ من الاسم بتاع المضلعين، واكتب الزوايا اللي بيساوي بعض على طول. دول بيساوي بعض، دول بيساوي بعض، وهكذا. ماشي يا شباب؟ اهو هنشوف امثله. بيقولوا المضلع ا ب ج ا ب ج اللي هو فوق ده د ا ب ج د يشابه المضلع س ص ع ل. ادي ا ب ج د يشابه س ص ع ل. طيب مديني ايه تاني؟ مديني اطوال الاضلاع اهو، ا د بكذا، ج د بكذا. ابص عليها كده بصه. لازم اتعود انا اشوفها كده واعرف بيقول لي ايه. طب نشوف كله واتاكد ان ده موجود ده موجود. يعني ا د ب4 اهي موجوده، ج د ب3 موجوده، ص ع ب12 موجوده، ا ب خلاص بيساوي س ل بيساوي 6، ا ب 6 س ل 6. عايز طول الاضلاع دي. انا على طول طالما هو قال لي بيشابه بعض، الحل اهو. هو اللي قال لي بيشابهوا بعض، اقول له بما ان خلاص المضلع ا ب ج د يشابه المضلع س ص ع ل. خلاص هو اربع حاجات، ده يساوي ده يساوي ده. اوتوماتيك على طول بعمل الكلام ده، واكتب الاضلاع باخدها من الاسامي. اخد ده كده اكتبهم حرفين حرفين، يعني اكتب ا ب الاول اهي، وبعدين ب ج اهي، وبعدين ج د، وبعدين ده الالف. نيجي لهنا س ص، وبعدين ص عين، وبعدين عين لام، وبعدين لام س. بعد كده ببتدي اكتب ايه بقى؟ اطوال الحاجات دي. ا ب بكام يا جماعه؟ ا ب ب6. هاخد الاول المضلع لوحده ده، ا ب ب6، ده ج ب3، ده ب3، ب ج مش معروفه، ب ا ب6 دي ب6. طب نشوف التاني ده، س ص مش معروفه، ص عين ب12، عين لام مش معروفه، لام س ب6. هو ده الالف، ده الالف مش ب6، ده الالف ب4. يبقى ده الالف فوق ب4، لام س هنا ب6 كده ماشيه مظبوطه. خلي بالكم كده من ديت. هلاقي كده واحده موجوده واحده لا، واحده موجوده واحده لا، لكن في اتنين فوق بعض موجودين. كل ما عاوز حاجه من هنا اضرب طرفين في وسطين. يعني لو عايز دي اضرب طرفين في وسطين، فاقول له 4 عين لام يساوي 3 في 6، او اقول له عين لام بيساوي 3 في 6 على اللي قدامها دي. يبقى اهو اول حاجه عين لام بيساوي 3 في 6 على اللي في وشها دي. يعني انا اعمل خط كده، اللي مجهول اعمل له خط كده، ودول كده، يبقى اضرب دول واقسمهم على اللي قدامها. خلاص يبقى 3 في 6 على 4 على الاثنين فيها الاثنين على الاثنين فيها الثلاثه، يبقى 3 في 3 ب9 على الاثنين فيها 4 ونص. طيب طبعا صوتي. نشوف الثانيه دي، لما اكون عايز دي اخبي دول كده، يبقى 12 في 4 اهو، 12 في 4 على اللي قدام دي على 6، يبقى ب ج بيساوي، اخبي دي يا جماعه، يبقى 12 في 4 دول كده في بعض على اللي قدام دي، 12 في 4 على 6،
طبعا دي مع دي فيها الاثنين، 2 في 4 ب 8 سم. طيب وعايزين س ص. س ص دي عايزينها، فانا هبص على اللي قدامها، هكتبها هنا ناحيه اهو. ادي 4 على 6، فبضرب طرفين في وسطين، اضرب 6 في 6 على اللي قدامها دي، 6 في 6 على 4، يبقى س ص 6 في 6 على 4، على 2 فيها 2 على 2 فيها 3 على 2 فيها 1 على 2 فيها 3، 3 في 3 ب 9 سم. كده يبقى انا جبت الثلاث حاجات اللي هو عايزه. يبقى كل ما يقول لي في تشابه اكتب له النسب واعوض واجيب الناتج اوتوماتيك، ما عندنيش اي مشكله. نشوف واحده ثانيه. شوف الملاحظات الاول دي. بص يا جماعه، بيقول لي اذا كان المضلع ده بيشابه المضلع ده، اتفقنا انا بقسم كل اتنين على بعض، ا ب وج د ها، ا ب ب ج ج د، ده الالف اهم. اللي هنا بقى باخد س ص، ص عين، عين لام، لام س اهم، عين س ص اهي، ص عين اهي، عين لام اهي، بعدين لام س اهو. دول كلهم هيدوني رقم واحد. مثلا لو جيت اقسم هيديني 2، هيديني 5، بسميها كاف. ناتج الاسم ده بسميه كاف. يعني لو كانت دي 4 ودي 2، يبقى 4 على 2 بيساوي كام؟ 2. ادي النسبه دي بسميها كاف، او بسميها نسبه التشابه او معامل التشابه. هيطلب منكم في الامتحان اوجد او اوجدي معامل التشابه. معامل التشابه ده اللي هو ناتج اثبت ضلع من هنا على ضلع من هنا. طب انهي ضلع؟ الضلع الاولاني على الضلع اللي هنا الاولاني. اخد ضلع من المضلع الاولاني على الضلع من المضلع الثاني. تاني، لو عايز نسبه التشابه او معامل التشابه، باخد ضلع من هنا على نفس الضلع اللي المناظر ليه من هنا. اخد الاولاني، المضلع الاولاني على المضلع الثاني عشان تبقى النسبه صح. لان ايه الفرق لو انا جيت اعكس؟ لو جيت اعكس بدل ما هيديني 2 هيبقى 2 على 4 فيها نص. طب النص صح ولا الاثنين؟ حسب اللي مكتوب. لازم اقسم اول حاجه تيجي على ثاني حاجه تيجي. ماشي يا جماعه؟ يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها نسبه التشابه. خلاص كده؟ او معامل التشابه. لا يمكن ده يساوي صفر، لا يمكن. خلاص كده؟ مش ممكن اقسمه ويديني صفر. بيقول لك اهو لو انا قلبت المضلعين دول هيبقى 1 على كاف. لو جيت اقلب بدل كاف هتبقى 1 على كاف. واضح كده؟ طب الكاف بقى خلي بالنا منها دي. الكاف دي ساعات يديني رقم اهو اكبر من 1. لو اداني اكبر من 1 بنقول عليها دي نسبه تكبير. نسبه ايه؟ تكبير، يعني كبرنا الشكل. خلاص كده؟ يبقى المضلع الاولاني تكبير للمضلع الثاني. يعني لا، المضلع الاولاني كده كبير والثاني صغير، فبقول ده تكبير لده. مش لو عندي صوره وكبرتها يبقى اسمها تكبير. طب لو صغرتها اسمها تصغير للصوره. فاذا كاف دي طلعت رقم اكبر من 1 اهو، يبقى المضلع الاولاني تكبير للمضلع الثاني. طب لو طلعت من 0 ل1 يعني كسر، نص، ربع، تسع، اللي ما بين الصفر والواحد يعني كسر. لو طلعت كسر، نص، ربع، خمس، اي حاجه، يبقى المضلع ده اسمه تصغير. يبقى لو طلع رقم صحيح يبقى تكبير. لو طلع كسر بسط على مقام يبقى تصغير. طب لو طلع الناتج بقى 1 ولا تكبير ولا تصغير، يبقى ده بيطابق، يبقى قد بعض بالظبط. خلاص يا جماعه؟ طيب هو انا لو عندي معامل التشابه ده وعندي اي ضلع من اللي تحت، ينفع اجيب اللي فوقيه؟ ينفع، طرفين في وسطين برضه، نفس الطريقه اللي اخدناها. نشوف مثال. بيقول لك في الشكل المقابل. طبعا اتفقنا ان احنا عندنا المضلع، المضلعات دي ممكن تيجي ايه؟ تيجي مثلث، مربع، اي شكل، رباعي، خماسي، سداسي، اي حاجه. نقرا كده السؤال. وفي الشكل المقابل في مثلث بيشابه مثلث، ومديني اضلاع اهو بتاع المثلث ده، واداني محيط المثلث اللي فوق. المحيط 24. ايه الفرق بتاع المحيط ده؟ بنعمل بيه ايه؟ اقول لكم حالا. اول حاجه لما قال لي ان في تشابه، اخد ده مثلث يعني 3 حاجات. ادي ال3 حاجات. اقول له ا ب وب ج وج ا على د ه. باخد الحروف كده 2 2. اخد د ه وبعدين ه واو وبعدين واو د. يبقى د ه ه واو واو د. خلي بالكم بقى دي حاجه جديده.
كل ضلع بقسمه على التاني وفي النهايه بيساوي بقى محيط اللي فوق، محيط المثلث أ ب ج على محيط المثلث الثاني اللي اسمه د ه واو. يبقى احنا زودنا المره دي الحته دي، الاول كنا بنعمل النسب، اضيف لها كمان كلمه محيط اللي فوق على محيط اللي تحت. يبقى اي محيط على محيط بيساوي ضلع على ضلع. تاني، النسبه بين اي محيط على محيط او النسبه بين محيطي اي شكلين طالما متشابهين بيساوي النسبه بين اي ضلعين متناظرين. خلاص كده؟ يبقى بيساوي ده على ده وهكذا. طب ما تيجي نعوض. هو أ ب بيساوي كام؟ كل اللي فوق ده مش معروف. أ ب ب ج ج أ، لكن اللي تحت ده معروف. ده ه ب6، خلاص كده؟ ه واو ب8، واو ده اللي بشوف من هنا، واو د يبقى 7. ده كله بيساوي محيط اللي فوق على محيط اللي تحت. هو اداني محيط اللي فوق اهو 42. عايز بقى حد ذكي، هو اداني محيط اللي تحت، نفكر سنه كده. هل اداني محيط اللي تحت ولا لا؟ وهجيبها ازاي؟ الراجل ما ادانيش في المعطيات المحيط، اداني محيط ده بس. طب انا هو ينفع اجيب؟ ما انا دلوقتي خلي بالكم، اذا ما كانش يطلع عندي نسبتين فيهم اعداد مش هعرف احل. لازم يكون اتنين فوق بعض فيهم اعداد. ما ينفعش كل كده مجاهيل ومفيش اتنين ما فيهمش اعداد. لازم يكون في ناتج هنا او في اللي هو بسط على مقام كده، يكون معروف فيه البسط والمقام اعداد. اذا ما كانش عندي كده يبقى انا عندي مشكله. فشوف كده نجيب المحيط ازاي. في حد ذكي قال محيط المثلث ده بيساوي مجموع اطوال اضلاعه. يعني انا ممكن اجمع الاطوال دول 7 و8 زائد 6، 7 و8 15 و6 يبقى 21. خلي بالكم ال 21 نص ال 42، يعني ممكن نقول على ال 21 فيها الواحد، على ال 21 فيها الاثنين. يبقى النسبة دي أصبحت 2 على 1. عشان ما أضرب طرفين في وسطين أضرب في 2 على 1. يعني أنا أقول هنا كده 2 على 1. عايز أجيب أ ب طرفين في وسطين، بضرب دول على اللي في وشها، أقسم على اللي في وشها. يعني أضرب أقول له أ ب بيساوي دي في دي على اللي قدام، على اللي مع الخط ده، 2 في 6 على 1 يساوي 12. طيب يبقى أ ب طلعت بكام يا جماعة؟ 12. طب عايز ج أ اللي هي دي، أروح عامل كده. يبقى ج أ بيساوي دي في دي على اللي قدام الخط ده. يبقى 7 في 2 على 1 يبقى بيساوي 14. يبقى ج أ بيساوي 14. طب بيقول لك معامل تشابه المثلث أ ب ج للمثلث د ه واو. باخد من أ ب على د ه. أ ب اللي هي بكام؟ اللي هي ب 12، يعني أ ب دي ب 12. يبقى أنا بقول له معامل التشابه بيساوي الأول على الثاني 12 على اللي زيها 6. 12 على 6 فيها كام يا جماعة؟ 2. يبقى معامل التشابه طلع 2. واضحة؟ فيها صعوبة؟ إن شاء الله تكون بالنسبة لكم كويسة ومفهومة. طيب نشوف ديت كده مثال 3. بيقول لك إذا كان المضلع أ ب ج د اللي هو فوق ده بيشابه المضلع اللي هو ده ه واو ز ح. معامل التشابه بتاع المضلع أ ب ج د اللي هو دوت الأول، خلاص، للمضلع ده يبقى بقسم. آخد الألف ب إذا كانت موجودة، ماشي، أو آخد أي ضلعين قدام بعض موجودين. عندي ده والمناظر له، يعني 12 على 8. 12 على 8 على 4 فيها 2 على 4 فيها 3، يبقى 3 على 2 اللي هي دي. عايز قيمة س بقى. خلي بالك هو اللي قال لي انه بيشابه، فانا مش محتاج اثبت حاجة. الراجل عايز قيمة س دي، خلاص كده، وعايز قيمة ص وعايز زاوية ج. تعال نجيب زاوية ج الأول كده، زاوية ج، خلي بالكوا دي 90 يبقى دي 90. فاضل لي بقى الزاوية دي بجيبها ازاي؟ طالما ده شكل رباعي بجمع الزوايا كلها واطرحهم من 360. يعني هقول له قياس زاويتها زاوية ج بيساوي 360 ناقص 80 وال90 وال105 هتساوي، ممكن نجيب الآلة ونشوف. عايزين دلوقتي 80 و90 و105
واطرحها دي واحدة 105 80 و90 و105 واطرحهم من 360 تطلع 85 درجة. طيب فين هي ال 85 درجة؟ اهي. بعد كده اشوف بقى قيمة س. عشان اجيب قيمة س اللي هي دي بعمل ايه؟ طالما قال لي متشابهين يبقى انا بقول له النسب اهي. انا ممكن اخد اضلاع على بعض على طول بدل ما اقعد اكتب الايه؟ ا ب على ب ج وهكذا عشان اختصر الوقت بس. فانا هاخد اول ضلع اللي هو 15 على اللي زيه على س، اخد 12 على اللي زيه على 8، اخد ده ص زائد 2 على اللي زيه. هو عايز حاجة تاني؟ هو عايز السين والصاد بس، مش عايز حاجة تاني، مش محتاج دي. هنا عشان اجيب ديت بعمل الخط كده المجهول ده على اللي قدامه وبخليها تحت، اقول له س بيساوي هقسم على ال 12 دي، بضرب دول واقسم على اللي في وشها، يبقى 8 في 15 على التلاتة فيها الأربعة، على التلاتة 5 على 4 فيها الواحد على 4 فيها 2، 2 في 5 ب 10، يبقى س طلعت بيساوي 10. قيمة س 10. تمام الحمد لله. ناقص لنا دي برضو طرفين فاصلين دي كده اهو، هقسم على دول، يبقى انا بضرب او بقول له صاد زائد 2 بيساوي ده في ده 6 في 12 على 8 على 4 فيها الاثنين على 4 فيها الثلاثة على الاثنين فيها الواحد على الاثنين فيها الثلاثة، 3 في 3 ب9، صاد زائد 2 بيساوي 9، يبقى الصاد نفسها بيساوي 7، يبقى انا عندي الصاد دي هتساوي 7. هتلاقوا كلام يا جماعه سهل وحلو قوي وجميل ان شاء الله. مثال 4 سهل حلو عادي خالص. في ناس بيتلخبطوا في دي كتير جدا، فنخلي بالنا سهلتها لكم بان ايه الاول على الثاني. بيقول لك ا ب ج مستطيل فيها ا ب 3 وب ج 5، لو عملنا كده مستطيل ا ب ج د، وقال لي ا ب 3 سم وب ج 5 سم، طبعا يبقى ده 3 وده 5 عشان ده مستطيل. بيقول لك بقى بعدي مستطيل اخر في واحد تاني هنسميه اي حاجه له، خلاص كده مستطيل اخر مشابه له، اذا كان معامل التشابه ده هو عايز البعدين الطول والعرض، معنى كده ان انا هقسم، احنا في مستطيل اهو ممكن نسميه اي حاجه س ص ع ل بيشابه دوت اللي هو ا ب ج د، اللي بيقول لك بعدي مستطيل اخر مشابه لده، يبقى الاخر ده الاولاني واللي هو هيشابهه ده الثاني. الاولاني سميته كده هقسمه على الثاني. طيب هو قال لك دوت بقى خلي بالكم لما اجي اقسم، بس انا محتاج 2 بس عشان هو مديني حاجتين خلاص. فانا لو قلت له كده س ص ع ماشي، وهنا ا ب باخد الاثنين دول وب ج، ده كله هيساوي النسبه اللي قال لي عليها 1.2 عشان دي نسبه التشابه. طب احط الاضلاع الس ص اللي انا مش عارفها والصاد ع لان هو عايز البعدين دول انا مش عارفهم، لكن المستطيل الثاني انا عارفه، عارف الالف ب بيساوي 3 وعارف الب ج بيساوي 5، ده كله بيساوي 1.2. هو قال لي كده، قال لي ان في مستطيل بيشابه اللي عارفه دوت ونسبه التشابه اهي، كتبت اللي هو المستطيل اللي قال لي عليه وسميته كده خلاص بيشابه اللي انا عارفه ومديني نسبه التشابه. طالما ده بيشابه ده بكتب ده الاول فوق وده تحت وادي النسبه اللي اداني. طب انا لو عايز اي حاجه طرفين فسطين، يعني لو عايز صاد ع 5 في 1.2 يعني 6. طب لو عايز هنا طرفين فسطين يعني 3 في 1.2 س ص بيساوي 3 و6. ادي دول اسمهم البعدين، الضلعين دول اسمهم البعدين، بعدي المستطيل يعني الطول والعرض. الطول والعرض انا سميتهم اهو، يعني لو جيت اسمي واحد كده اصغر منه او اكبر منه س ص ع ل، ممكن اقول له بقى الالف ب على س ص زي ما انا قلت كده، او س ص على الف ب، الاولاني س ص، س ص على الف ب اهم، وص ع على ب ج اهي بيساوي النسبه اللي قال لي عليها اهي. كل حاجه بقى طرفين فسطين اجيب الناتج 6 و3 و6 اهم، دولت البعدين.
نفس الكلام بيقولوا بقى اذا كان معامل التشابه 4 من 10. هي بس بدل دي هكتب مكانها 4 من 10. دي المره دي 4 من 10. يعني لو قلت له س ص على 3 بيساوي ص ع على 5 بيساوي المره دي 4 من 10. يبقى لو عايز ص ع طرفين فسطين ص ع بيساوي 5 في 4 من 10 يبقى 2. ماشي كده يا جماعه؟ طيب س ص بيساوي 3 في 4 من 10 اهي. مين بقى اللي فيها 2 و1 و2 من 10 اهي. واضحه يا جماعه؟ دي قد تكون تقيله شويه لبعض الناس، ماشي كده؟ لكن ادينا كتبناها. اكتب المستطيل اسميه اللي انا هجيبه من عندي اسميه، وده معروف اللي هو ا ب ج د زي كده اهو. واخد ضلعين طول والعرض بس كفايه. كلمه بعدي انا عايز الطول والعرض بس. اوكي؟ طيب نيجي نشوف هنا كده بقى. بيقول لي اي مضلعين منتظمين لهما نفس عدد الاضلاع يكونوا متشابهين. يعني ايه مضلعين منتظمين؟ الاضلاع المنتظمه اللي هي جميع اضلاعه قد بعض، الاشكال المنتظمه جميع اضلاعها قد بعض وجميع زواياها قد بعض. زي مثلا مربع كل زواياه قد بعض تسعينات وكل اضلاعه قد بعض. زي المثلث المتساوي الاضلاع كل اضلاعه قد بعض وكل زواياه قد بعض 60. المثلث المتساوي الاضلاع كل زواياه 60. المربع كل زواياه 90. الشكل الخماسي بقى والسداسي كل ده ايه بيجيبوا بس مش محتاجين زوايا. فبيقول لي بقى اي مضلعين هم منتظمين، دول كده منتظمين مالهم لهم نفس عدد الاضلاع يكونوا متشابهين. يبقى المثلث المساوي الاضلاع ده والمثلث المساوي الاضلاع ده بيشابهوا بعض، رغم ان ده طوله 5 كل اضلاع 5 كل اضلاع 4 بس بيشابهوا بعض. ليه؟ عشان لو قسمت اي ضلعين هيطلع نفس الناتج. لو قسمت 5 على 4 يطلع 1 ربع. لو قسمت ده على ده برضه 5 على 4 1 ربع. لو قسمت ده على ده 5 على 4 1 ربع. يبقى لازم يطلعوا مالهم متشابهين، خاصة ان كل الزوايا هنا قد بعض 60 طالما مثلث مساوي الاضلاع كله 60 وكله 60. طيب يبقى الراجل قال لي جميع المربعات متشابهه، ده فعلا جميع المثلثات متشابهه. ادي المربعات هلاقي دول متشابهين ليه؟ كل الزوايا 90. خلاص كده؟ الاضلاع دي كلها قد بعض ودي كلها قد بعض. يعني لو كان ده طوله 3 وده طوله 2 وده 3 وده 2 لما اقسم 1.5 لما اقسم 1 كل ما اقسم يطلع نفس الناتج. فدي اسمها اضلاع متناسبه. يبقى انا عندي الزوايا متساويه والاضلاع متناسبه. يبقى كل اشكال كده خلي بالكم جميع المثلثات مساويه الاضلاع متشابهه. جميع المربعات على طول متشابهه. جميع الاشكال الخماسيه المنتظمه متشابهه، لازم يكونوا زي بعض. خلاص كده يا جماعه؟ طيب بيقول لي كمان بقى اما المربع والمستطيل مضلعان غير متشابهين. ادي المربع وادي المستطيل، ليه غير متشابهين؟ الزوايا فعلا بيساووا بعض ماشي كلها 90، لكن الاضلاع بقى مش زي بعض. ده هم قد بعض لكن ده مش زي ده، ده اكبر من ده، ده اكبر من ده. يبقى الاضلاع هنا مش هتتناسب. يبقى زوايا بيساووا بعض خلاص لكن الاضلاع مش هتتناسب. يبقى المضلعين دول مش هيتشابهوا، لاننا قلنا المضلعين عشان يتشابهوا لازم شرطين، لازم زوايا واضلاع. لازم الزوايا تتساوى ولازم الاضلاع تتناسب. خلاص كده؟ طيب ادي لما اقول ده معين ويعتبر ده معين، خلاص كده؟ المعينات دول او المربع والمعين، خليه مربع ومعين. عندي مربع وعندي معين. جميع الاضلاع قد بعض اهم. ده قد ده قد ده قد ده قد ده قد ده قد ده، كل الاضلاع قد بعض. لكن هل الزوايا قد بعض؟ لا، دي 90 لكن دي مش 90. يبقى رغم ان اضلاعهم كلها متساويه لكن الزوايا مش متساويه. خلاص؟ ده كمان مش هقول اضلاع متناسبه، لا ده بيساووا بعض. لكن رغم انهم طلعوا بيساووا بعض لا الزوايا مش متساويه. يبقى برضه عشان نقول عليهم متشابهين لازم حاجتين، لازم الزوايا تتساوى ولازم الاضلاع تتناسب. هنا المثلث هنا المربع والمستطيل مش هيتشابهوا. هنا المربع والمعين مش هيتشابهوا عشان ناقصهم شرط. حلو. نيجي نفس الكلام هنطبقه بقى على المثلث، عشان كده انا خدت معاها المثلث. نفس اللي قلناه على المضلعات اوكي هنقوله على المثلثات، بس هنا اسهل. ليه بقى؟ احنا اتفقنا عشان مضلع يشابه مضلع لازم شرطين، صح كده؟
لازم كل الزوايا تساوي كل الزوايا، ولازم كل الاضلاع تتناسب مع كل الاضلاع. يعني لو انا عندي مثلا مربع لازم الاقي 4 زوايا بيساوي بعض واربع اضلاع بتتناسب، يعني 8 حاجات لازم اتعامل معاهم. لو شكل خماسي لازم اتعامل مع 10 حاجات، 5 زوايا و5 اضلاع. فاهمني كده؟ طب واحد هيقول لي ما هو المثلث مضلع المفروض اتعامل مع 3 و3. ده فعلا برضه بتعامل مع 3 و3 اللي هو 6 حاجات، بس المثلث بيبقى مريح شويه ان انا هكتفي ب3 من ال6. يعني ممكن اكتفي بالزوايا بس. المثلث عشان هم 3 محدودين، لو لقيت 3 حاجات بس من ال6 تاني المفروض يكون عندي 3 اضلاع، هتكلم على اضلاع وهتكلم عن الزوايا، ف6 حاجات 3 اضلاع و3 زوايا يبقوا 6 حاجات. المثلث مش لازم امشي مع ال6 حاجات، مش لازم اخد الزاويه كلها والاضلاع كلها، لا هكتفي من ال6 دول ان اخد 3 بس. 3 بس، لو لقيت 3 زوايا بيساوي 3 زوايا خلاص يبقى المثلث ده بيتشابه، مش محتاج اضلاع. دي ميزه المثلثات. يبقى المثلثات عندي مش محتاج اطبق الشرطين، يا اما اتكلم عن الزوايا بس، يا اما اتكلم عن الاضلاع بس، يا اما اخد حاجه من هنا مع حاجه من هنا، بس مش محتاج اكتر من 3. خلاص كده؟ تعالوا نشوف. بنقول حالات تشابه المثلثات، ادي اول حاله. طيب نشوف كده الحاله الاولى. بيقول لي بقى ادي مثلثين اهم. احنا كنا اتفقنا لو لقينا 3 زوايا بيتساووا مع 3 زوايا يتشابه المثلثين دول. الراجل لا، قال لي لا انا هسهل عليك كمان، اذا يكفي زاويتين بس. لو لقيت الزاويه دي بتساوي دي والزاويه دي بتساوي دي يبقى المثلثين دول متشابهين. نقول له ليه يا عم؟ مش انت قلت دلوقتي لازم 3 حاجات؟ ده كان 6 حاجات في المضلع، اكتفينا هنا ب3، وما انت ليه بتقول 2؟ هنا بقى في ميزه حلوه قوي. انا عندي لو انتوا فاكرين، ناس شاطره اللي نفسهم فاكرين، لو انا عندي زاويتين في مثلث بيساوي زاويتين في مثلث يبقى الثالثه بيساوي الثالثه. يعني مثلا لو قلت لك ان دي 40 ودي مثلا 30 اهم، 40 و30، 40 و30 70، او خليها 40 و70، معلش 40 و70، 40 و70 110، 40 و70 110، هيتبقى من 180 كام؟ 70 برضه، وهتلاقي دي اتبقى 70، فهتلاقي الثالثه بيساوي الثالثه. يبقى تاني اذا كان في زاويتين في مثلث بيساوي زاويتين في مثلث الثاني لازم الثالثه تساوي الثالثه، واصبح كده عندنا 3 حاجات هنا بيساوي 3 حاجات هنا، يبقى في المثلث بكتفي ب3. طب لما لقيت 3 دول بيساوي 3 دول خلاص يبقى انا هقول له المثلثين دول متشابهين. طالما قلت له مثلثين متشابهين استنتج ايه يا جماعه؟ اهو زاويه بيساوي زاويه وزاويه بيساوي زاويه، لقيت الاثنين دول متشابهين. طالما عرفت انهم بيشابهوا بعض اطلع النسب على طول. ا ب على ب ج على ج ا يساوي اللي تحتيها د ه ها وه واو واو د تحت بعض كده، يبقى على طول اطلع النسب بتاعتي دي. يبقى تاني يا جماعه اذا كان مثلث هيشبه مثلث اطلع النسب على طول بتاعه الاضلاع اللي بنقول فيه تناسب، واعرف على طول الزوايا اللي بتساوي بعض، دي تساوي دي، دي تساوي دي، دي تساوي دي. ماشي يا حبايبي؟ الراجل بيقول لك بقى لو انا عندي مثلثين متساويين الاضلاع، خلي بالك بيقول لك الاول المثلثات المتساويه الاضلاع متشابهه، واحنا قلنا الكلام ده. لو ده متساوي الاضلاع وده متساوي الاضلاع بيشابهوا بعض. ليه؟ المتساوي الاضلاع كل زاويه 60، متساوي الاضلاع يعني كل زاويه 60، يبقى لقيت الزاويه كلها بيساووا بعض والاضلاع هتطلع متناسبه، يبقى دول متشابهين. طب قال لي كمان بقى في المثلثين المتساويين الاضلاع، ده متساوي الاضلاع وده متساوي الاضلاع، امتى تشابهوا؟ هتشابهوا كده كده عندي ضلعين بيساوي بعض وضلعين بيساوي بعض. خلاص كده؟ امتى المثلث ده يشابه ده؟ لو لقيت زاويه تساوي زاويه، من فين؟ من زوايا القاعده. لو لقيت زاويه طبعا متساوي الساقين، يعني الزاويه دي بتساوي دي وهتطلع دي بتساوي دي وهتطلع الثالثه بتساوي الثالثه. عشان كده بنقول لو مثلث مساوي ساقين كفايه ياخد زاويه واحده بس. زاويه القاعده تساوي زاويه القاعده، او زاويه الراس تساوي زاويه الراس. يا اما كفايه عليا زاويه الراس يا اما كفايه عليا زاويه القاعده. ده في المثلث المتساوي الساقين. دي كلها حالات كده بنعرفها عشان تسهل علينا واحنا بنحل، بس لازم نكون فاكرينها. طب المثلثات القايمه، امتى المثلث القائم ده يشابه المثلث القائم ده؟ لو طلع زاويه من الزوايا الحاده دي بتساوي زاويه من هنا.
طب دي كفايه عشان نعرف ان دي قايمه ودي قايمه، فيكفيني زاويه واحده بتساوي زاويه واحده، وبالتالي هتطلع الثالثه بتساوي الثالثه. يبقى المثلث القائم هو مديني خلاص زاويتين بيساوي بعض اصلا الزاويه القايمه، يبقى انا محتاج زاويه واحده بس. ليه؟ عشان انا عارف ان المثلث دايما لو لقيت زاويتين فيه بيساوي زاويتين في مثلث ثاني يبقى المثلثين متشابهين. واضح كده؟ بيقول لك يلزم كتابه المثلثين المتشابهين بترتيب رؤوسهم المتناظره اللي قلنا عليها اللي هو دوران واحد. يعني اقراه د واو ه واقراه الف ج ب، اقراه كده دوران واحد لازم. خلاص كده بترتيب الرؤوس المتناظره. طيب بيقول لي في الشكل ده كده يا جماعه، اذا كان انا عندي دلوقتي ا ب ج بيساوي د ه واو، ا ب ج وده ه واو دول معلش مثلثين ما قالش بيساوي حاجه ولا متشابهين لسه، قال المثلثين دول فيهم الزاويه دي 83 دي 83 دي 56 دي 41 ده 5 ده 10 ده 8. اول حاجه بقى بيقول لي بعد ما اداني الحاجات دي كلها قال لي وده 12 اهو، قال لي عايز طول واو د وطول شويه الحاجتين دول، عايز طول واو د اللي هو ده عايز طول واو دالة وعايز ده اله ده. طب احنا الاول بنقول له ده 56 و83، نجيب الاله خلاص كده اقول له 83 زائد 56 واطرحهم من 180، لما اطرحهم من 180 يديني 41 تطلع دي 41. طبعا برضو دول لما اجمعهم واطرحهم من 180 هتديني دي 56. يبقى انا عرفت كده الزوايا كلها. طيب طالما الزوايا طلعت كلها متساويه يبقى المثلثين دول متشابهين. طالما المثلثين دول اصبحوا متشابهين اقول له اذا ايه بقى؟ على طول ده بيساوي ده بيساوي ده. لما يقول لي متشابهين ادي اسمهم اهو، اقول له ا ب ب ج ج ا. طب واقول له ده اله وه واو واو د، ده اله وه واو وواو د، دول على طول بيساوي بعض واجيب الاضلاع. طب انا عندي ايه؟ ا ب معايا، ا ب اهو 8 وج ب 10 وج ا 12. طب التاني بقى ده اله، ده اله مش معروف، ه واو ه واو 5. طيب واو د لا مش معروف. خلاص طالما عندي اتنين فوق بعض معروفين اقدر احل. هحل ازاي؟ طرفين فسطين، المجهول ده اعمل خط كده بضرب ده في ده على اللي قدام الخط، يبقى ده اله يساوي 8 في 5 على 10، يبقى على 5 فيها الواحد على 5 فيها 2، 8 على 2 فيها 4، يبقى ده اله طلع ب4، ده اله اهو طلع ب4. طب واو د برضه واو د بعمل خط كده هضرب دي في دي على 10، واو د يساوي 5 في 12 على 10، على 5 فيها الواحد على 5 فيها الاثنين على 2 فيها الواحد على 2 فيها 6 تطلع 6، يبقى واو د طلع 6 سم. واضحه يا جماعه؟ احنا كده بنحل اهو. بقول لك في الشكل ده قال لي الزاويه دي بتساوي الزاويه دي بس، واداني شويه اضلاع. طب هل دول طبعا في مثلثين، في مثلث صغير اهو وفي مثلث كبير اهو، ونخلي بالنا من المساله دي بتيجي كتير والناس بتلخبط فيها فلازم نخلي بالنا هقول ايه. طب انا لما عرفت ان ده بيساوي ده، طب فين المثلث وفين الحاجات التانيه اللي بيساوي؟ هل في زاويه كمان؟ ما لازم زاويتين في المثلث. هنقعد نبص كده في المثلث الصغير والمثلث الكبير، عينينا ممكن ما تشوفش وفي عينينا ممكن تشوف. واضح؟ هنا هنلاحظ ان في زاويه هي مشتركه ما بين الصغير وما بين الكبير. يعني لو سميت المثلث ده اهو مثلث ا ه د بمشي كده خلاص، ده هيشابه ا ه د، هيشابه المثلث. نخلي بالنا بقى زاويه ا في المثلث الصغير هتساوي زاويه ا في المثلث الكبير. الزاويه اللي اسمها ب في الكبير، الزاويه اللي اسمها د الاول في الصغير، خلي بالكوا تاني انا خدت زاويه ا هتساوي زاويه ا في الكبير. طب هنا لو خدت د اللي في الاخر دي في المثلث ده زاويه د،
بتساوي مين دي؟ بتساوي ب. هي كانت شمال احط الب شمال. طب هنا زاويه ه في المثلث ده الكبير اسمه ا ب ج وفاضل لي زاويه ج. طب الناس ممكن تلاقي كده في صعوبه، فاعمل ايه؟ لما الاقي عندي الشرطه مايله كده مش بتوازي كده بتوازي لكن مايله، باخد المثلث اقراه كده بالدوران ده ا ه د والتاني العكس ا ج ب. اخد واحد كده والتاني العكس، اخد ا ه د والتاني ما امشيش كده، امشي كده يبقى ا ج ب. لكن هنا كانت ا ه د، واحد ماشي كده والتاني ماشي كده عكس بعض طالما دي مايله مش بتوازي. لو بتوازي بقراهم صح، امشي كده وامشي كده، هنشوف بيساوي بعض دلوقتي. لكن هي لازم اقراهم كده. طب بعد ما قريتهم كده بعمل ايه؟ بقول له ها على طول ا ه د يبقى ا ه وبعدين ه د وبعدين ده الالف. طب ديت تاخد ا ج وبعدين ج ب وبعدين ب الف. واضح كده؟ نشوف بقى الاضلاع اللي عندي. ا ه ب5 وه د مش عندي وده الالف 6. طب نشوف ا ج في المثلث الكبير. ا ج مش عندي. طب ج ب، ج ب 8. طيب ب الف 5 و7 12. ها خلي بالنا بقى من حاجه، هنا ممكن اجيب ه د لكن هنا ما ينفعش اجيب من دي، لازم اجيب من دي الاول. فانا اقول له ه د بيساوي 8 في 6 على 12 على 6 فيها الواحد على 6 فيها الاثنين على 2 فيها الواحد على 2 فيها 4. يبقى ه د طلعت 4، د ه طلعت ب4، د ه دي طلعت 4. طيب ه د طلعت 4. انا عايز ا ج، هجيب ا ج هنا. ا ج بيساوي اعمل كده يبقى 5 في 8 على 4 على 4 فيها الواحد على 4 فيها الاثنين، 2 في 5 ب 10. ده ا ج. طب هنا ا ج دي كلها، ا ج دي كلها طلعت 10 بس الراجل عايز د ج، عايز الحته دي الصغيره دي. لما يكون ده كله 10 وفي حته منها 6 يبقى الباقي دي هتطلع كام؟ 4 اهي. واضحه؟ ممكن نشوف الفيديو كذا مره ونشوف عشان هو الدرس ده نخلي بالنا عشان انتوا ايه يعني حطوه في طبعا في الاعدادي ونسيتوه، فممكن اشوفه تاني، ممكن اشوف السؤال كم مره كده واحل بايدي، لازم احل بايدي عشان افهم. بصوا النتيجه واحد دي بيقول لك اذا رسم مستقيم يوازي احد اضلاع مثلث، مستقيم اهو يوازي احد الاضلاع اللي هو الضلع ده ويقطع الضلعين الاخرين اهم في نقطتين اهم. خلاص كده؟ يا اما يقطع الضلعين دول او المستقيمين، ممكن ده برضو مثلث وقطع المستقيمين الحاملين لده يعني امتدادهم يعني. المهم ده بيوازي ده، ده بيوازي ده، ده بيوازي ده. قال لك بيحصل ايه ما يحصل توازي؟ بيحصل ان في المثلث الصغير اللي هيحصل ده بيشابه الكبير. يعني المثلث ده بيشابه ده، ده اسمه ا د ه بيشابه ا د ه. مش بصوا مشيت كده اهو يبقى برضه امشي كده اهو ا ب ج، امشي بنفس الدوران عشان في توازي. ده اللي كنت بقول عليه من شويه، عشان في توازي امشي بنفس الدوران. هنا في توازي امشي بنفس الدوران، اقول له ا ب ج يشابه ا د ه. ماشي يا جماعه؟ طيب نخلي بالنا بقى من هنا. هنا المثلثين مش بنفس الشكل كده، في توازي بس خلي بالك دايما انطق النقطه المشتركه الاول. يبقى ادي المثلثين، ده بيشابه مين؟ انطق الف هنا وهنا عشان ده نقطه مشتركه. اذا خدت ه اخد اللي على نفس الخط، يعني اذا خدت ه هنا اخد اللي على نفس الخط ج. يتبقى لي نقطه ثالثه ونقطه ثالثه. انا باخد المثلث ده الاول، النقطه الثالثه هنا د، النقطه الثالثه هنا ب. لازم اكتب اسم المثلثين صح عشان اعرف احل. يبقى انا عندي دول امرهم سهل خالص. المثلث اللي عامل كده اهو السمبوكس ده كده اهو، لازم اقرا ده واقرا اللي هي على امتداده. لو قلت ا ه اقرا ا ج، لو قلت ا د اقرا ا ب، لو قلت زاويه ه انطق ج، ما انطقش دي، انطق اللي على نفس الخط.
طب ده المثلث اللي كان فيه توازي في النص، ده اللي ما فيهوش توازي اللي مايل، ده اللي عدل وده اللي مايل. اللي عدل مشيت بنفس الشكل نفس الدوران، اللي مايل لا هقرا ده دوران كده، التاني عكسه، مش هاخده كده، هاخده العكس كده. دي لازم تكون في مخي كويس قوي واشوفها 30 مره واقولها لنفسي 30 مره، واقعد ارسم حاجات مختلفه واشوف هو كده ولا كده. فاهمني؟ بعد ما اقول له اسامي المثلثات حتى لو انا مش شايف الرسم خالص، ببتدي اخد الف د على د ه على ه الف، هنا الف ب على ب ج على ج الف، افضل ماشي كده. نشوف برضو كده ايه مثال. اللي بيوازي ده بيبقى حلو اهو. الراجل قال لي ده بيوازي ده، حلو كده. طالما في توازي على طول بقول له ان في تشابه. طالما في تشابه اروح حاطط النسب بتاعتي. هقول له الف د اسمه الف د ه، يبقى الف د. خلاص كده يا جماعه؟ اهو مثلثين، واحد اسمه الف د ه والتاني الف ب ج. فانا اقول له الف د د ه بعدين ه الف، التاني الف ب وب ج وبعدين ج الف. طب احط النسب بقى، ناخد اللي فوق الاول، الف د 3 د ه 3 ه الف مش معروفه. طب التاني الف ب 8 ب ج مش معروفه. طب ج الف كلها على بعض مش معروفه. حلو كده؟ طيب الراجل عايز ب ج وعايز ه الف. طالما عندي اتنين كده فوق بعض مش معروفين دي هتبقى مشكله. الاول عشان اجيب دي بقول له ب ج اهي بيساوي، اتفقنا بعمل كده اهو صح؟ يبقى 3 في 8 3 في 8 على 3. دي هتروح مع دي يبقى فيها كام؟ 8. يبقى ب ج طلعت فيها 8 اهي. نيجي لدي بقى نخلي بالنا منها قوي عشان دي اللي عايزه تركيز كده ونشوف. انا عندي الراجل بيقول لي ه الف وج الف. ه الف الحته دي وج الف الحته دي. انا اللي عندي الحته اللي بينهم. يعني عباره عن الحته اللي بينهم عباره عن الف ج كلها، لو شلت منها الف ه يبقى ج الف واطرح منها الف ه تديني الجزء اللي معروف ده. خلي بالكم ج الف واشيل منها ه الف، ج الف دي واشيل منها دي، اطرح منها دي، يعني انزل دي مطروحه. فانا هكتب النسبتين من جديد يا جماعه هم. انا عندي هنا مثلا 3 على 8 وعندي هنا ه الف وج الف. اخلي بالي بقى ه الف اهي وج الف دي كلها. انا طالما اتنين فوق بعض كده مجهولين مش هقدر اجيب حاجه منهم، فبعمل حاجه بديله. بشوف ايه اللي عندي كده. عندي الحته الصغنونه دي اللي هي دي كده اهو معروفه اهي ب4. طب الحته دي عباره عن ايه؟ عن الف ج واطرح منها الف ه. طب الف ج لما اطرح منها الف ه، ادي الف ج وادي الف ه. انا عايز الف ج اطرح منها الف ه، يعني طرحت دي نزلتها كده مطروحه، يبقى برضه هنزل دي مطروحه ناقص 3. ليه انا عملت كده؟ عشان انا عندي دي كده ب4، دي كلها اهي، دي ناقص دي ب4، يعني ممكن احط بدلها 4. لو حطيت بدلها 4 اصبحت النسبه اهي فوق 3 8 ناقص 3 5 فوق ه الف وهنا 4. كده اصبح سهل اجيب ه الف. ها 3 في 4 على 5 يعني 12 على 5 يعني 2 و2 على 5 يعني 4 من 10. مين ال 2 و4 من 10؟ ه الف اهي. ماشي يا شباب؟ خلي بالكم دي اشوفها كده على مهلي خالص واعرف عملت ايه، عشان دي اقوى مساله. اقوى مساله عندنا هي دي، فخلي بالي منها واشوف عملت ايه وطرحت ايه ازاي، فاشوفها كده على مهلي كم مره كده. لو في حد يا جماعه في حاجه ناقصاه احنا ممكن نعمل جروب ان شاء الله ابقى انزله لكم على الصفحه، والجروب ده جروب واتس ونسال فيه اي حاجه وهحلها لكم ان شاء الله باذن الله. طيب نبص هنا كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي الف ب ج د ده شبه منحرف، والف د ده بيوازي. طالما اداني ده بيوازي ده يعني في مثلثين. المثلث اللي فوق ده اهو شايفين ده
المثلث اللي فوق ده والمثلث اللي تحت ده، دول هيشابهوا بعض. مديني شويه اضلاع فيها اهو، وعايز الف د وعايز ه د. طب يبقى انا هكتب اسم المثلثين. المثلث مين بيشابه المثلث مين؟ هاخد اللي فوق، خلي بالكم ه اول حاجه دي نقطه مشتركه، فاكتبها هنا وهنا. ه لو خدت هنا الف اخد هنا جيم، يبقى اخد هنا الف وهنا جيم. ه الف فاضل حرف د، ه جيم فاضل حرف اللي هو ب. ادي المثلثين اللي بيشابهوا بعض. طالما عرفت مين بيشابه بعض على طول اقول له النسب بتاعتي اوتوماتيك. اخد ده كده اقول له ه الف الف د د الف، ه الف الف د د ه د ه، ه جيم وجيم ب وب ه. واشوف ايه الاضلاع اللي عندي معروفه. ه الف بكام؟ ه الف ب3. خليني في المثلث اللي فوق الاول. طب د الف مش معروفه. طيب د ه مش معروفه. طب ه ج في اللي تحت بقى، ه ج 4.5. دي طالما اتنين اتعرفوا بيبقى ده المفتاح بتاعي. ج ب ج ب 7.5. طيب ب ه ب ه مش معروفه. طيب يبقى ب ه مش معروفه وده ه مش معروفه. ابص كده على المعطيات اللي احنا ما بصيناش عليها. مديني الف ه ب3 ومديني اهو، وه ج ب4.5 مديهاني، ب د ب6. فين ب د ب6 اللي هو ده اللي هو مش مكتوب على الرسم. فخلي بالي ان ده كله ده كده اهو كله على بعضه ب6. طب انا ما عنديش د ب هنا خالص. د ب ده عباره عن ايه؟ عباره عن د ه زائد ه ب. د ه وه ب دول اللي هم الاثنين فوق بعض. طب عشان اجمعهم او اطرحهم احنا اتفقنا الاول عايز اجيب دي. ها بقول له الف د بيساوي 3 في 7.5 على 4.5. طيب انا ممكن اقول له على 1.5 فيها 3 على 1.5 فيها 2. ماشي. 2 في 7.5 ب15 على 3 فيها 5. يبقى الف د دي طلعت ب5. طب انا ما طلعت ده ب5. بصوا كده معايا هكتب ده اهي ال3 ولا 4.5 اجيبهم هنا. انا هنا عندي بقى اخلي بالي اتفقنا ده ه وب ج، ده ه وب ج مش عندي كل واحده لوحدها لكن عندي مجموعهم. طالما عندي مجموعهم محتاج اكتب مجموعهم، فانا بنزل دي تحت زي ما نزلتها قبل كده بالطرح، انزلها بالجمع. فانا هكتب اللي تحت اهم ودول اهم دول اهم. انا هنزل دي هنا بالجمع تحت، انزلها تحت اهي بالجمع، يبقى لازم انزل دي برضو بالجمع. هلاحظ ان الاثنين دول ب ه وده ه دول كلهم ب6. فانا هقول له كده يبقى ده ه على 6 دي 6 اهي بيساوي ادي ال3 و3 و4.5 7.5. يبقى ده ه بيساوي 3 في 6 على 7.5. ماشي كده؟ 3 في 6 على 7.5 تطلع 2.4 سنتي. ماشي يا جماعة؟ لحد كده اوكي؟ ما عندناش رقم من دول اللي احنا ننزلها بالجمع او بالطرح، لازم اخلي بالي منها واشوفها واحلها بايدي يا جماعة. اي حاجة بتشوفوها مش هتحلوها بايديكم مش هتثبت. كل اللي انت بتشوفه لازم احله بايدي. اذا حليته بايدي على الغايب انا فهمته، حليت على الغايب يبقى دي مش هتطلع من مخي خالص. حليت ولسه في حاجه واقفه قدامي ابتدي اشوف تاني انا عملت ايه، اشوف الفيديو مره كمان او اشوف المساله مره كمان وابتدي احل بايدي. لازم احل بايدي. الحاجه اللي مش هتحلها بايدك مش هتخش مخك خالص. المخ لازم الحاجه تخش في مخنا عن طريق حاجتين حستين. يعني مثلا النظر والكتابه اللمس، او النظر مرتين وبرضه ممكن انسى، بس اللمس دي اكتر حاجه بتاثر واللي تبقى فاكرين الحاجات دي. فلازم مرتين او حستين، مره واحده مش هينفع. طب دي بقى اللي هي اقليدس بتاع الزمان بتاع ثالثه اعدادي.
اللي احنا اتفقنا هي المفروض تيجي بالتشابه، لكن التشابه هتبقى صعبه عليكم فبجيبها باقليدس. انا خلي بالكم لو عندي الف ب تربيع، طبعا هنا المثلث ده ممكن اجيب اي ضلع من فيثاغورس، اي مثلث قائم الوتر تربيع بيساوي الضلعين التانيين تربيع مجموعهم تربيع. طيب لو انا بقول له الف ب تربيع بيساوي ايه؟ الف ب تربيع هيساوي ب د في ب ج. طب لو خدت الف ج اللي هو الضلع ده تربيع، طالما قلت الف ج تربيع بنطق ج مرتين، فبقول له ج د في ج ب. طب لو قلت له الف د تربيع انطق د مرتين، د ب في د ج. ماليش دعوه بالنقطه المشتركه هنا، انا طالما دي نقطه مشتركه وسميته الف ب بنطق ب مرتين، مشتركه قلت الف ج بنطق ج مرتين، مشتركه الف د بنطق الد مرتين. نفس الكلام اللي عندنا اهو ونكون حافظينه. الف ب تربيع بيساوي ايه؟ بيساوي ب د في ب ج، ب د وب ج وهكذا اللي احنا قلنا عليه ده. يبقى لما احب اجيب اي حاجه مثلثين قائمين اشتغل بفيثاغورس واقليدس، دي اسهل حاجه بالنسبه لنا، خلي بالنا. واضح يا جماعه؟ ده النصيحه اللي اقدر اقولها. هنيجي هنا اهو. الراجل بيقول لي ده 90 وده 6 وده 8، على طول من فيثاغورس بقول له ب ج تربيع الوتر تربيع بيساوي الضلع ده تربيع فيثاغورس زائد الف ج تربيع، يعني بيساوي 6 تربيع زائد 8 تربيع. خلاص كده، واجيب جذرهم. طبعا يعني 36 زائد 64 يعني 100. يبقى ب ج بس بيساوي جذر ال 100 فيثاغورس بتاع ثالثه اعدادي بيساوي 10. يبقى اللي تحت ده كله طلع بيساوي 10 سم. نشوف بقى الراجل عايز ايه؟ عايز ب د. اجيبها منين ب د دي؟ هقول له الف ب تربيع بيساوي ب د في ب ج. الف ب تربيع يعني 36 بيساوي ب د اللي انا عايزها في ب ج كلها اللي احنا قلنا 10، دي كلها ب 10. يبقى ب د بيساوي البعيد عن اللي يساوي دي على القريب منها، 36 على 10 يعني 3 و6 من 10. يبقى دي تطلع 3 و6 من 10. طب ده الجيم، هقول له برضو نفس الكلام، ألف ج تربيع ج د في ج ب، ج د في ج ب يعني 64. ج د مش معروفة في ج ب ب 10، يبقى ج ب بيساوي البعيد على القريب 64 على 10 6 و4 من 10. ادي 6 و4 من 10. نيجي تقول ألف د، بقول له ألف د تربيع بيساوي د ب في د ج. طيب ألف ب د ب اللي أنا لسه جايبها اللي هي 3 و6 من 10 ماشي كده، 3 و6 من 10 في الجزء الثاني ده اللي هو ج، دي ج د يا جماعه، في 6 و4 من 10 بالآلة على طول. خلاص كده، ده تربيع بيساوي ده في ده 3 و6 من 10 في 6 و4 من 10، واللي يطلع اجيب جذره ماشي كده. طبعا ألف د هتساوي جذر اللي طلع فبتساوي 4 و8 من 10 اللي هو ده. ماشي يا شباب؟ لو حليناها بايدينا يا جماعه تلاقوا كل حاجه سهله وجميله جدا ان شاء الله. الحمد لله كده الدرس ده خلص، وده درس يبقى كويس قوي. وخلي بالكم ان شاء الله الدرس الجاي برضو المثلثات والتشابه، فلو فهمنا ده كويس هيتبني عليه اللي جاي وهنفهم كويس قوي. فارجوكم ذاكروا ده كويس قوي عشان تفهموا اللي بعده كله ان شاء الله. واضح كده؟ ما ننساش يا جماعه نشير ومعلش ندوس لايك عشان توصل لاكبر عدد من الناس ويستفيدوا منه ان شاء الله، يبقى ثواب ليا وليكم باذن الله تعالى. ما ننساش الناس اللي ما اشتركتش في القناه تشترك ان شاء الله وتفعل الجرس عشان يجي لكم كل حاجه جديده تنزل باذن الله تعالى. والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.